أنا من أب مسلم وأم مسيحية، تائه بين هذا وذاك. أنت من أي بلاد؟ الأب جزائري والأم بولندية. آه. يعني أنت نصراني أم مسلم الآن؟ يعني ما له علاقة بأبيك وأمك أنت؟ تائه بين هذا وذاك. تفضل. بحكم الدراسات والأشياء التي درستها وبحثت عنها شخصيا فيما يخص النصرانية، وجدتها بعيدة كل البعد عما الشيء الذي أريده. أما فيما يخص الإسلام وجدت بعض النقاط ونتمنى أنك تم توضيحها لي. نعم. أول نقطة في حديث ولا مر عليه يقولك توجد 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة، فكيف للشخص العادي أن يعرف أيتها الطائفة الصحيحة؟ هذا السؤال الأول. الحديث نفسه أجاب على هذا. الحديث نفسه أجاب على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان عليه أنا وأصحابي. يعني من التزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم نجا يوم القيامة. بس أنا لاحظت لهجتك كأنها تونسية وليست جزائرية. من الشرق الجزائري، أقرب إلى تونس أكثر من الجزائر. الشيخ لهجته جزائرية. جزائري يعني. طيب تمام. نعم. أصلا من الشرق الجزائري، قريب من الحدود التونسية. تمام. هذا هو الإجابة على السؤال. واضح كفاية يعني لأنه حاليا نعم. الإجابة ما كانت واضحة بنسبة كبيرة لي. أنت ما لم تسأل. إذا لاحظنا حاليا. استنى شوي. ألم تسأل أين هي الطائفة أو المذهب الذي أنجو به بنفسي يوم القيامة، صح ولا لا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في نفس الحديث أن نجاتك تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباع أصحابه. ما هو هنا يكمن المتاهة اللي يدخل فيها الشخص. ما تشوفش يا شيخ أنت؟ ما في شيء متاهة. أين المتاهة بالضبط؟ أين المتاهة؟ أعطيني لحظة برك نجبد لك المتاهة. اللي الطوائف اللي هما ما بين السنة والمعتزلة والإباضية والزيادية، هذه كيف أفرق بين